السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن نصائح الجولة 26 من فانتزي الدوري الإنجليزي. مبدئيا كده الجولة 26 اللي هي الجولة اللي جاية هيكون فيها بلانك الأربع فرق، هما ليفربول وتوتنهام وتشيلسي ولوتون تاون. الجولة 27 هتكون جولة عادية ما فيهاش بلانك ولا دبل. الجولة 28 هيكون فيها دبل لنادي بورنموث في الجولة 28 هيلاعب نادي شيفيلد يونايتد ونادي لوتون تاون، والماتشين على أرض ملعب نادي بورنموث. بمعنى ان انت لو ما فعلتش خاصيه التريبل كابتن على هالاند في الجوله اللي فاتت، فانت عندك اوبشن ان انت تفعل خاصيه التريبل كابتن على سولانكي في الجوله 28. هيكون عنده ماتشين والماتشين على ارضه قصاد شيفيلد يونايتد ولوتون تاون. بالنسبه للجوله 26 واللي قلنا فيها بلانك الاربع فرق زي ما قلنا ليفربول وتشيلسي وتوتنهام ولوتون تاون، انا شايف ان انت ما تستخدمش اي خاصيه من الخواص اللي عندك في الجوله 26. لو انت عندك 5 أو 6 لعيبه هيلعبوا في الجوله 26 مش مستاهله ان انت تفعل الفري هيت، لانك هتحتاجها في الجولات اللي جايه. في جولات هيكون فيها بلانك اكبر، فلو انت عندك 5 أو 6 لاعبين هيلعبوا تقدر تعمل تغييرين. لو انت موفر تغيير يبقى عندك 8 أو 9 لاعبين هيلعبوا تقدر تعمل -4 ولحد -8. انما انا شايف ان انت توفر الخاصيه لانك هتحتاجها في الجولات اللي جايه. الجوله 29 هتكون جوله بلانك كبير في 6 فرق بس، تاكدوا ان هم هيلعبوا في الجوله 29 لحد دلوقتي، وهم ويست هام وفولهام وتوتنهام وبرنتفورد وشيفيلد يونايتد وبيرلي واستون فيلا. وبناء عليه انا شايف ان ايفان توني قيمه ثابته، شايف ان اولي واتكنز قيمه ثابته، لعيبه مش هتبلانك في الجوله 26 وبرده مش هتبلانك في الجوله 29. طيب نشتري مين في الجوله 26؟ فانا شايف ان انت لازم يكون عندك خيار من نادي ويلفرهامبتون، ونروح للمقارنه بتاعه نيتو وهوانج. طيب عشان انا بحب الخص وما بحبش امسك العصايه من النص، لو هنختار ما بين نيتو وهوانج فانتازيا فانا هختار هوانج. نيتو هو افضل لاعب في نادي ويلفرهامبتون، ولكن فانتازيا انا هختار هوانج، وهقول لك ليه. لو انت بتتفرج على ماتشات ويلفرهامبتون فنيتو هو نجم الفريق، هو اللي بيعمل كل حاجه في الفريق، بس هو مش اقرب لمرمى الخصم زي هوانج اقرب لمرمى الخصم عن نيتو. دي النقطة الأولى، وأكبر دليل على صحة النقطة الأولى دي إن هوانج جاله 12 فرصة محققة قصاد المرمى ونيتو جاله فرصتين بس. فبغض النظر عن مين فيهم هيجيب نقط أكتر في الجولات اللي جاية لأن دي في علم الغيب، بس لو هتسألني فانتازيا فأنا شايف إن هوانج أفضل من نيتو فانتازيا. بالنسبة لموضوع ضربات الجزاء في نادي ويلفرهامبتون فبصراحة مفيش حاجة واضحة. يعني قبل كده هوانج دخل شاط ضربة جزاء كان سارابيا مش موجود في الملعب، سارابيا دخل شاط ضربة جزاء كان هوانج مش موجود في الملعب، كونيا قبل كده دخل شاط ضربة جزاء. فأنا معرفش لحد دلوقتي مين متخصص ضربات الجزاء في نادي ويلفرهامبتون، بس اتوقع ان الترتيب عند الجهاز الفني هوانج اولا وبعد كده سارابيا، وده توقع مفيش حاجه اكيده لان زي ما قلت لكم في اكتر من لاعب شاط ضربات الجزاء خلال الماتشات اللي فاتت. قبل ما اسيب نادي ويلفرهامبتون خلي عينك على آية نوري بقى بتقدم كتير في الماتشات اللي فاتت. شيفيلد يونايتد دفاعه متكتل، آية نوري بقى بيدخل العمق فممكن يتقدم يشوط واحده تيجي جون، فبرضه خلي عينك عليه. طيب بالنسبه لخيارات الهجوم فانا شايف ان هالاند وايفان توني دول خلاص قيمه ثابته معاك لنهايه الموسم. هالاند هو هالاند مش هنتكلم عليه، ايفان توني راجع من الايقاف جعان عايز يسجل اهداف كتير، شفته في معظم الماتشات اللي لعبها بعد الايقاف، لا خطر لازم يكون معاك في تشكيلتك. طيب بالنسبه بقى للمهاجم الثالث، لو انت بتلعب بتشكيلتك 3-4-3 المهاجم الثالث في الجوله 26 فعندك خيارين ما لهمش ثالث، هو واتكنز بيلاعب نوتنجهام فورست هوم، وعندك هويلاند بيلاعب فولهام هوم. واتكنز جايب فورمه، هويلاند جايب فورمه بقاله 5-6 ماتشات على التوالي بيسجل، فدول تختار منهم واحد يبقى معاك مع ايفان توني وهالاند. بعد الجوله 26 بقى ومن بدايه الجوله 27 هتبدل واحد فيهم بسولانكي اللي عنده في الجوله 27 بيرلي، وعنده في الجوله 28 زي ما قلنا دبل ضد شيفيلد يونايتد ولوتون تاون. فهتلعب واتكنز او هويلاند مع توني وهالاند في الجوله 26، وفي الجوله 27 تبيع مهاجم وتشتري سولانكي اللي هيلعب في الجوله 27 ضد بيرلي والدبل في الجوله 28. طيب بالنسبه لخيارات الكابتنه بقى في الجوله 26 فهم خيارين ما لهمش ثالث. اول خيار ايرلينج هالاند ضد بورنموث. نادي بورنموث شال سكور من كل الفرق الكبيره اللي لعبها السنه دي، نادي متهور جدا هجوميا، مندفع جدا هجوميا، فاعتقد ان خيار كابتنه هالاند ضد بورنموث هو الخيار الاول بالنسبه لي. الخيار الثاني هو اولي واتكنز اللي بيلاعب نوتنجهام فورست على ملعب نادي استون فيلا. نوتنجهام فورست اللي عنده مشاكل في العمق الدفاعي بتاعهم، والمباراه في ملعب نادي استون فيلا، وطبعا كلنا عارفين السنه دي ان ملعب استون فيلا الفريق بيكون قوي جدا وشرس جدا هجوميا على ملعبه. فانا شايف ان كابتنه برضو اولي واتكنز مهمه جدا وخيار تاني بعد ايرلينج هالاند في الجوله 26. وبس كده، ده كان كل اللي انا عايز اقوله في حلقه النهارده. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس على الكل عشان يوصلكم حلقاتنا الجديده اول باول، ونشوفكم في حلقات جايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.